الصورة اللي قدامنا دلوقتي دي أساطير لشبل أسد ذكر لقوه محفوظ بشكل مثالي وعظيم في الجليد لأكتر من 28 ألف سنة. الشبل ده مش هو بس الوحيد اللي لقوه في سيبيريا، لا دول لقوا شبلين ذكر وأنثى. الشبلين كانوا محفوظين بطريقة مثالية زي ما قلنا لدرجة إن شعر جسمهم سليم لحد دلوقتي. الأشبال دول بينتموا طبعا لأسد الكهف المنقرض. العلماء الروس حاليا بيحاولوا يستخدموا الDNA علشان يستنسخوا الأنواع المنقرضة من أسود الكهف ويرجعوهم للحياة من تاني. لا بسرعة كده بقى كوباية شايك يا جميل وتعالى علشان احكي لك العبث اللي بيحصل. بس زي ما احنا متعودين صديق الانسان قبل الكلام واجب السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من اساطير الاسود. سبق واتكلمنا قبل كده اساطير عن انواع الاسود الحالية والاسود المنقرضة كمان، وكان على راسهم طبعا اسد الكهف الامريكي. الاسد اللي هاجر من افريقيا عبر المضيق لامريكا واستقر في الكهوف هناك، لكن لما جه العصر الجليدي انقرضوا من 25 الف سنة. سنة 2015 علماء الحفريات في روسيا بيكتشفوا حاجة عظيمة جدا، وهي عبارة عن شبلين من أسد الكهف المنقرض. الشبلين دول لقوهم على عمق 7 متر تحت الجليد، وكانوا متجمدين ومحفوظين بشكل جميل جدا، ولحد النهاردة هم البقايا الأكثر اكتمالا اللي تم اكتشافهم للنوع ده من أسود الكهف. المهم بقى ان من وقتها والضوء اتسلط على الحدث العلمي العظيم ده، واطلقوا على الشبلين اسماء اوياندينا، وده طبعا على اسم النهر اللي كان جنب موقع الاكتشاف اللي لقوا فيه الشبلين تحت الارض في رواسب التربه في سيبيريا في جمهوريه ياكويتا. المكان ده العلماء والباحثين بيلاقوا فيه حفريات كتير زي بقايا الهياكل العظميه لحيوانات تانية كانت موجوده في نفس العصر الجليدي ده، زي الماموس الصوفي وبايسون السهوب اللي عاشوا من 30 الف سنه على الاقل. التحليل العلمي لحفريات الاشبال كان صادم جدا، لان الجليد اللي احاط بالاشبال حفظ كل التفاصيل المهمه. التفاصيل كانت مهمه بالزاف زي الفرو الاصفر الداكن والودان والديول القصيره، وده سمح لعلماء الحفريات بفحص الجزء الداخلي من اجسام الاشبال. أولجا بوتابوفا، ودي تبقى أمينة المجموعات ومديرة موقع الماموس في ولاية ساوث داكوتا. أولجا بتقول إن كل المعطيات ادت لهم فكرة عن عمر الأشبال، وإنهم كانوا صغيرين جدا، يعني أعمارهم بتتراوح من أسبوع لأسبوعين بأقصى تقدير، وإن أجسام الأشبال كانت لسه بتنمو بسرعة لدرجة إن الأسنان اللبنية كانت لسه موجودة جوه اللثة وما نمتش بشكل كامل، وإن الأسود الأفريقية الحديثة اللي في عالمنا حاليا ما بتظهرش أسنانهم إلا لما الحيوان يعدي عليه عمر الشهر الواحد. أوليجا كمان بتقول إن الأشبال صغيرين جدا لدرجة إنهم لسه ما فتحوش عينيهم، وإن في واحد منهم كان عنده عين واحدة مفتوحة جزئيا، لكن هي بتتوقع إن ده بسبب الحادثة اللي الشبلين ماتوا فيها. طب إزاي بقى الأشبال دول يا محمد اتدفنوا في قلب قبر جليدي؟ صديق الإنسان العلماء ما سابوناش نفكر كتير ونحتار، وقالوا إنهم اتحجروا بعد الانهيار الجليدي، وإنهم ماتوا بسبب السرعة الكبيرة في الانهيار. وبعد فحص الهياكل العظمية اكتشفوا ان الاشبال حصل لهم سحق مميت للجمجمة وانفصال فقرات الرقبة عن بعضها، وبالرغم من ان الانهيار ده كان كارثة لحيوانات كتير، الا انه في نفس الوقت سمح لاجسام الشبلين انهم يبقوا محفوظين كويس جدا، لدرجة ان العلماء قدروا يفحصوا اعضائهم الداخلية وقدروا يبنوا شكل ثلاثي الابعاد لاسد الكهف، ولو قريب جدا لشكل الاسد الافريقي عم اسود الكوكب كلهم. كمان الجليد ده حافظ على اعضاء الجهاز الهضمي اللي الباحثين لقوا شبل منهم معدته كانت فاضيه، ولقوا الشبل التاني كان لسه فيه اثار من حليب امه جوه امعائه، وده معناه ان الشبل كان لسه واكل من ساعات قليله قبل الكارثه. محمد تجيب لنا حاجه من 8 سنين وبتحكي لنا عنها، فين الخازوق؟ هات الخازوق اللي في الموضوع وانجز. يا سلام عليك يا صديقي، فعلا انت مش مجرد فانز، انت قريبي وفهمني اكتر مني. الخازوق هنا بقى هو ان العلماء بعد تعب وبهدله سنين في المختبرات قدروا يستخرجوا الحمض النووي للحيوان ده، وحاليا هم واقفين على تمويل كبير علشان استغفر الله العظيم يعني يا رب يقدروا يرجعوا اسد الكهف للحياه من تاني. للامانه كده الموضوع ده كعلم وتطور هيكون طبعا انجاز عظيم لو نجحوا في الموضوع ده، بس انا عندي مشكله صغنططه جد كده. كوكب الارض اللي احنا عايشين عليه حاليا مكتظ بالبشر، وكلنا مش طايقين بعض وعاوزين نغور من وش بعض. للاسف بقى المسكين اللي انتوا عاوزين ترجعوه للحياه من تاني ده هيعيش فين؟ يعني هل هتعملوا كل ده علشان في الاخر تحطوه في حديقه حيوان والناس تتفرج عليه لفتره وبعد كده يموت، ولا هتطلقوه في البريه وهيموت برضه؟ اذا كان البشر حاليا بيقتلوا الاسود اللي عايشين معانا في نفس الكوكب وعاوزينهم ينقرضوا علشان ياخدوا ارضهم وموائلهم الغذائيه، انتوا متخيلين بقى ايه اللي ممكن يحصل لاسد الكهف لو رجع يمشي على الارض من تاني؟ ليه ما نسيبش الكون زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيمشيه بحكمته؟ لا ازاي هيقولوا البشر اللي سابوا الكون في حاله هم وهياكلوا وشنا؟
انا للامانه مش هنكر ان عندي فضول اشوف شكل الحيوانات المنقرضه والمسهم واعيش كمان معاهم واشوف تفاصيلهم وسلوكهم، لكن للاسف ده مش زمانهم ولا وقتهم، وزي ما قلنا احنا حاليا ما عندناش مساحه للحيوانات اللي لسه ما انقرضتش، فبالبديهي كده هنجيب منين مساحه للحيوانات المنقرضه؟ الله يخرب بيوتكم. عموما في الاول وفي الاخر ده كان رايي الشخصي في الموضوع، لكن الاهم هو رايك انت. يعني هل انت موافق على عمليه الاستنساخ دي ومؤيدها، ولا هتعمل زي محمد بن مجدي وتبقى رافضها وضدها؟ اكتب لنا تحت في التعليقات. ان شاء الله استنونا في حلقات جايه اقوى وامتع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.